السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده هنعمل مع بعض الكريب يا حبايب قلبي. معايا كوبايتين دقيق وكوبايه لبن كوبايه ميه وبيضه ومعلقه خل، ومعايا معلقتين نشا، ومعايا ملح، نقطة ملح ونقطة سكر، ومعايا جبنة رومي ماكس 3 انواع، ومعايا فلفل، ومعايا البانيه، ومعايا البطاطس مقشراها هحمرها كمان معاكم. هضرب الخليط ده كله وارجع لكم تاني يا حبايب قلبي. انا ضربت الخليط وجبت طاسه على النار اهي، تحطي فيها شويه كريب، ندورها فيها كده كده يا حبايب قلبي على الوش الاولاني، ومعايا البطاطس كمان على النار اهي. هنقلبها بقى، نقلبها الوش التاني. البطاطس معايا اتحمرت، هشيلها، وحطيت كمان البانيه اتحمر وهقطعه، ونرجع تاني للبانيه. ومعايا قرنين فلفل هشوحهم على النار. يلا نحشي بقى الحشوة بتاعة الكريب. هنجيب جبنة موتزاريلا مع شيدر مع ماكس رومي يعني، ونحط عليها البطاطس، ونحط الفلفل، ونحط بقى البانيه، وفوقها الكاتشب. انا لفيت اول 2 على الطاسة علشان الجبنة تسيح معايا، بس الصراحة ايديا كانت بتطلع من الطاسة. انا عملت معاكم اول 2 اهو، والباقي هكمله بقى على طبق بره على الرخامة، علشان اعرف اتمكن في اللف. اول واحدة اهي هنقلبها على الوش التاني، عشان سخنة انا مش عارفة اتمكن في اللفة بتاعتها. دي التانية اهي هعملها معاكم، والباقي بقى هكمله على الرخامة. نطبقها كده طبقتين، نحط الجبنة. انا بحط الجبنة الاول علشان تسيح، وعليها البطاطس، وعليها الفلفل، وعليها البانيه. لاحظوا بقى معايا انا ما حطيتش على ده كاتشب، حبيت اعمل كده وكده. اللي عاوز فيه بياكل عندي بكاتشب، وهو ما بياكلش بكاتشب. هنطبقها كده كويس، نتك عليها بالسباتيلا، والناحية التانية نطبقها عليها كده. بعد ما لفتها، ما تنسوش ليا اللايك والاشتراك يا حبايبي عشان يوصلكوا كل جديد. دي الاتنين بعد ما لفتهم وحطيتهم في الطاسة. وده بقى بعد ما خلصت الكمية كلها، واشوفكم على خير. مع السلامة يا حبايب قلبي، واستنوني في فيديو جديد.